السلام، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت وياكم فيديو جديد من قناة العراقب تركيا. اليوم جولة ببازار الجمعة، نشوفكم اسعار الخضار والفواكه. طبعا تاريخ اليوم 4/11/2022. سعر صرف الدولار اليوم كل 100 دولار تساوي 1865 ليرة. خليكم ويا الفيديو تشوفوا الاسعار. هذا هنا اليقطين على 10 ليرات، البصل 3 كيلوات على 20 ليرة. هاي هنا الخبز التركي عندهم. طبعا يمكن حيبوقون الفكرة مالتنا ويسوون خبز عراقي. طبعا هذا الكيك مالتهم. هاي هنا الخضار، هذا الخس على 7 على 2.5 كل الخضرة. هاي هنا الطماطة على 25 ليرة. هاي هاي هنا الطماطة على 20 ليرة. هاي بس هاي كلش طيبة. هاي هنا الطماطة الكرزية هم على 20 ليرة. خيار علق سعره صاعد على 20. هاي الوحدة يمكن ب15 ليرة. دارينجي على 15. السفرجل على 15، يعني هاي تفاح 15. هاي 25 ليرة. عنب علق سعره على 20 ليرة صار همين. هاي الباذنجان على 10 ليرات. الشجر هم على 10 ليرات. هذا خيار هنا 15. هاي هنا الموز على 12 ليرة. هذا هنا العسل والتمر، دبس قصدي العفو. هاي هنا الزيتون مالتنا على 60، هذا 75. هذا لو أسطي لو كلاوات ما أدري. هذا هنا الزبد على 70 ليرة. هذا هنا جبن 120. طبعا ما شاء الله هاي البيض هنا عملاقة مال لقلق. هذا سعره 80 ليرة. هاي هنا الجبن مالتهم. ب90. هاي الأسعار قدامكم شوفوها. هاي الطماطة على 10 ليرات. هذا الخيار ما شلون خيار، شايفين هيك خيار ما ادري. سعر الكيلو ما ادري بيش. هذا هنا الجزر الأحمر ما كاتبين سعره. هاي الجزر على 8 ليرات. بروكلي 20 ليرة. هذا الرمان 7 ليرات ونص، بس ما شاء الله عملاق. هذا الفلفل 10 ليرات حلو. هنا الليمون على 15 ليرة. هاي هنا التفاح على 6 ليرات والأحمر على 5 ليرات. هذا اللالينجي بابا اللقطة شلون حتوضح. يابا 7 ليرات ونص. هذا هنا السمك كيلو 45، بس هذا مثله بولص كان ب15. هذا ما ادري بيش كيلو. هذا هنا الهمسي ب35 ليرة. هاي هنا الوحدة على 35 ليرة. صارت فواكه معادة تقريبا. اشرب شاي. طبعا بما انه هيجي صاير غلا والاسعار كلها صاعدة، يمكن ارخص شي صاير هسه هنا بس المسواق رخيص. يعني كل شي صار غالي، كل شي صعد سعره. الاجارات، الاسواق، المدري كله صعد.
بس المسواق ظل بتركيا رخيص، وهاي بس بالبازار، يعني بالماركت هم غالي. وبس اللي عنده راتب، اللي عنده بيت مثلا يأجره بالعراق يقدر يعيش هنا. بس ما الواحد يجي يشتغل هنا ويريد يعيش، هاي سالفة كلش ميتة وتعبانة ما يدبرها. طبعا هاي هنا انواع الفلفل الحار على 20 ليرة كل هذا. هذا فلفل شوية تعبان ب10 ليرات. ليمون ب10 هنا. طبعا هاي هنا السبيناغ ب15. هاي قدامكم 3 ليرات الخضرة. طبعا هاي هنا هيجي مثل السيارة مطعم يبيع شغلات، قصد دجاج وكفتة، بس الريحة ما احكيكم كلش طيبة. هذا المحل مالته. هاي البوتيتا الحلوة العملاقة كيلو 10 ليرات، ما ادري الوحدة الكيلو كيلو. طبعا اللي دا يشوف السوق فارغ، انا يعني جاي من وقت الساعة تقريبا بالثنتين هيك الظهر، ولهذا السبب فد شوية من ترخص الاسعار العالم كلها تلتم وكلها تجي، يصير محط رجل ماكو. هذا هنا يقطين على 8 ليرات. هذا ما ادري شنو. هذا ورق العنب يبيعوه 50 ليرة. بير. طبعا المعلومة اللي ما يعرف الحب الابيض هذا اللي يطلع من اليقطين. هذا الافطار على 30 ليرة. هذا هنا البطيخ على 10 ليرات. هاي هنا يذوقون الواحد شكله. هاي هنا الطماطة الحمراء. طماطة الحمراء شنو؟ طماطة الخضراء عبق تفاح كيلو 10 ليرات. هاي اللهانة الكبيرة الوحدة 25 ليرة. هاي هنا ب30 تصير اكبر. طبعا هاي شوفوها ايش كبرها. طبعا تقريبا حنوصل لنهاية السوق، افترينا يعني مسافة كلش طويلة، مامنين كله قبل. طبعا هاي هنا بالشغلات المستخدمة والساعات ذني. هذا هنا طحين الذرة. هاي ما عندهم شغلات. هذا دبس العنب. لا هاي هنا أغراض المطبخ ذني، الأخشاب. هذا هنا الشيابوك والتختات على 10 ليرات، اكو 15 ليرة. هاي مثل ما تشوفون هسه مثل هاي سكينة 15 ليرة. ذني مال بندق ما بندق. هاي هنا ذني المنظفات، مو منظفات، مال حمامات، ما حمامات همين، صابون هم على 10 15 20 ليرة اكثر شي. هاي وصلنا لنهاية السوق، بس خلينا نطلع قبل من هناك نشوف شكو، لان اكو محلات هيك بسيطة انفتحة نشوفكم اياهن. شنابر. طبعا هنا طلع واحد يبيع بيض وجبن مصوريه. وهذا هنا يصلح اقواري ويبيع شغلات هيك مال تفسيخ مال مكانيز كهربائية. بس اشوفكم هاي هيك. هذا مبرد مال سكينة ابو الشرخ. شغلات شفناها يعني اللي قدام معادات. وهاي خلص السوق بعد، هسه راح نرجع. طبعا هذا المنظر من هناك تشوفون شلون شقد حلو شلون صاير، ما ادري مبين لا. طبعا لهنا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله عجبكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس يوصلكم كل جديد. انتظرونا فيديوهات جديدة من قناة العراق بتركيا.
مع السلامة. طبعا بدون امر عليكم اللي يتفرج الفيديو للاخير وهذا قدر تعبنا وهذا، اشتركوا بالقناة وخلوا لايك، كل شي ما يأثر بس بيها يعني الفيديو حتى يتصدر ويطلع العالم يشوفوا اكبر عدد من المشاهدين، وانا ان شاء الله يتحقق حلمي 1000 مشترك، ما بقالي شي ان شاء الله. اتمنى تسوون مشاركات للفيديو، اذا عندكم اصدقاء تشاركوا وياهم. شكرا جزيلا، مع السلامة.